اشرحوا لي بس والله يا جماعه، هو قاعد معاهم بصفته ايه؟ يعني هو بيشتغل ايه؟ هو مش في قضاء ولا البلد دي ما فيهاش قضاء؟ ولا هو دوره انه يقضي علينا مش يمتثل للقضاء؟ القضاء مرتين قال الراجل ده معزول. طب وهو معزول قاعد مجتمع باللعيبه ليه؟ وهو اللي يحدد مين رئيس البعثه، وانه احمد ابني هيروح وامير ابني متضايق، والاجتماع اللي كان عامله ده عامله بصفته ايه؟ انتوا يا جماعه عايزين البلد دي يبقى فيها قانون ولا فيها مرتضى؟ عايزين فيها مرتضى قولوا لنا خلاص، يعني كل واحد بقى بمرتضى بتاعه. هل ده ينفع؟ هل ده شيء مقبول؟ هل الكلام اللي بيتقال ومتذاع هو ما فيش حد في البلد دي قادر يكلمه يقول له يا ابني اما تيجي تتكلم بلاش الحاجات القبيحه دي، التزم الادب، انت جوه نادي الزمالك؟ شكلنا بقى وحش قدام الناس. قال له ايوه فلانه وابنه قاعد كلهم بيهزوا دماغهم. طب محدش يقول له طب يعني عيب يا بابا مش كده، شكلنا وحش، الكلام ده ما ينفعش، مش في نادي قاعد ناس قدامه اعضاء في النادي وستات ورجاله وشباب. طب هو اللي قاعد ده اخلاقه هتبقى عامله ازاي؟ تربيه مرتضى منصور تربيته هتبقى عامله ازاي؟ اللي قاعدين في النادي دول، هو ما فيش حد في البلد دي حاسس بحجم المصيبه؟ انا بس اللي مجنون؟ انا بس اللي عندي حاجه في دماغي؟ ويقول لك ايه اصل عمرو عنده مشكله معاه. مشكله ايه؟ الراجل امبارح وهو بيتكلم لما جاب سيره امام عاشور اتكلم على علاقه نسائيه ليه. يعني اول مره قال لك جالي بشبشب. الراجل واقف في نادي تربوي وكذا مره يقول لحد اي حد انا اقول له امه فين وام ايه ده؟ ليه يا جماعه في ايه؟ جاب سيره واحده بالاسم انه على علاقه بيها. ايه التدني ده؟ عادي خلاص، ما هو يعني ايه، انا بس بقول ملاحظات. طب والراجل اللي جه يهتف له وطلع بعد كده اخوان، والراجل اللي جايبه عشان يفك العمل بتاع بحة، ده نادي كوره تربوي. واللي اهم هو قاعد مع اللعيبه ليه؟ يعني قاعد عامل اجتماع اللعيبه قبل ما قاعد معاهم ليه؟ بصفته ايه؟ اشرحوا لي بس والله يا جماعه، هو قاعد معاهم بصفته ايه؟ يعني هو بيشتغل ايه؟ هو مش في قضاء ولا البلد دي ما فيهاش قضاء؟ ولا هو دوره انه يقضي علينا مش يمتثل للقضاء؟ القضاء مرتين